السلام عليكم أحبائي، وأعوذ بكم من جديد لسرد رواية الجائحة. كان يستعذب عودة مخياله إلى الوراء، بدا مشدوداً إلى تفاصيل كثيرة مختزلة بذاكرته، منبهراً بنبشه حفرياتها. اعتقد بعد مرور الوقت أن الزمن أقبرها إلى غير رجعة. بدأ يتفكر في تكنولوجيا الميجابايت، إن كان بإمكانها أن تأخذ مكان الذاكرة بسعتها وحجمها. تراقصت أمام عيناه صور من شريط أحداث منصرمة. تذكر في ضبابية وعيناه مثبتتان في فضاء الغرفة عندما كان يسامر سهره سيلهادي الملقب بالتلمساني. كان يحدثه عن الجوع، كيف كان يفترس القبائل ويجعل المخاليق تتسابق في جني محاصيل الجراد الذي كان يغتصب سهول القمح والشعير عوض جنيهم محاصيل أغراسهم. كانت أياماً سوداء في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي. كان سيلهادي حديث السن عندما كان يتنقل مع والديه الحسين بن محمد على ظهر جمل نحيف مقدد الأضلاع دلوق به جروح دمل جراء ضربه بالزلات. لم يكن مسموحا للجمل بالعياء أو التوقف عن العمل، كما لم يكن مسموحا للهادي وأبيه بالتوقف عن قطع المسافة التي تفصلهم عن ميناء البيضاء من مسقط رأسهم بدوار حامنة بدكالة. كان والده يستوقفه وسط المسير ليستجمع أنفاسهما وليجمع معا المزرار. المزرار حجر صغير يخلطوه بشوال الشعير ليكتمل وزن القنطار. كان يستغرب فعلة أبيه، لكنه علم فيما بعد حقيقة تصرفه عندما رأى أناساً يجلدون بالميناء بصوت المستعمر كذنب البقر، وهو يزن شوالات الشعير والذرة والقمح ليصادرها فيما بعد إلى باخرة متوجهة بخيرات البلد إلى فرنسا. كان مقدار الشعير القليل الذي يختزنه والده خلسة من وزن القنطار يمثل مؤونة سنة كاملة في وجبة وحيدة طوال اليوم، مع بقرة عجفاء لا شية فيها تذر مقداراً ضئيلاً من اللبن. كانت أعين المستعمر المتلصصة عبر خونته بالدوار ترمق كل صغيرة وكبيرة لتخبر القائد السبتي. كانت أياماً سوداء، وكان الهادي يعيش وسط بؤس وجوع ومرض وقمل بحجم حبة الأرز الذي كان يستوطن قرنه المسدل على عنقه وتشاميره الخشن المصنوع من شوال السكر ليرتديه فوق جسم عار دون ما ثبان أو سروال قندريسي ودون ما نعل. يستوطن النوال ذلك البيت الطين المهترئ والذي تدخله أنوار الشمس من كل الثقوب
المتواجدة بسقفه. عاش الهادي أياماً عصيبة بعد تجريدهم من وجاهتهم ومن كل ما يملكونه من طرف عصابة القيد السبتي. وبعد موت والدته للا تامو، تلك السيدة الفائقة الجمال المعتدة بنفسها، الدكالية الحرة الفاتنة، كانت عندما تسدل شعرها الذهبي اللامع لتمشطه تحت ظل شجرة الجميز مع انسياب جداول الماء بالساقية، مرددة بشجن غناء بدويا خالصا للشيخة فاطمة بنت الحسين، لتجعل نساء القرية تتحلقن حولها يبادلنها الرقعة بالأكف. كانت أخبار للا تامو يوم تمشيط شعرها المسدل بطول قامتها، يوم لمت نساء الجماعة حديث الدوار لتتناقل أخبارها ألسنة حاقدات من دواوير مجاورة. بقيت للا تامو على تلك الحالة تعيش حياة البراءة والمقاومة دون تحصين للنفس. كانت متحررة، محبة لركوب الخيل، حراكة فارعة الطول، عريضة المنكبين، بعينين زرقاوتين، رومية الملامح، قوية الشكيمة، من أصول عريقة، حفيدة العلامة بوشعيب الدكالي، حكيمة متفوهة، ميسورة الحال، مكرمة للضيف، مستجمعة همم النساء والرجال، مما غاض الأقارب وخونة القيد السبتي. بقيت على تلك الحالة حتى أصيبت بداء السل الذي أفقدها بريقها ونضارتها وحيويتها وشموخها ومقاومتها. كان لزوجها أعداء من أبناء عمومة تشع من نفوسهم الخديعة والمكر والغيرة، انتصحوها بالذهاب إلى مستوصف بالقرية حيث كانت خيوط المؤامرة قد دبرت ليلا مع ممرض حقنها دواء فاسدا وضع حدا لحياتها ولسيرتها المجلجلة بعبق الحياة والأمل. غداة عودتها من المستوطف إلى البيت ارتفعت حرارة جسمها، انفجر قيء الدم من ثغرها، بدأت تشق عن صدرها وترمي بالحي الذي كانت تستر به عورتها وسط وحل الحرث، وتفك حزامها من ضيق التنفس وتشرب من مياه الترعة في ظمأ لا يروى منه الجسم لتذهب حرارة الموت. كانت نهايتها حزينة، خطفتها يد المنون بريعان شبابها مخلفة وراءها 4 أطفال صغار لا حول لهم، لتتقاذفهم يد الأقدار فيما بعد. لم تكن تنقضي على 40 للا تامو سوى أيام قلائل حتى تزوج سي الحسين من إحدى العزايات من القبيلة لتعيله على تربية أطفاله الصغار. كانت تلك الزيجة بمثابة الإسفين الذي شق شمل العائلة، حيث التحق سي الحسين قهرا على زوجته إلى دار البقاء، تاركا هو الآخر أطفاله كومة لحم. وكانت آخر كلماته لابنه سي الهادي: خذ ولدي الشكارة
وهبط للرباط.